كده: كنت أسائل كل أحد على حدة أقول له: هل طرقتم باب الله في الأسحار؟ هل طرقتم باب الله في الأسحار؟ كانوا يتفاجؤون من هذا السؤال، وكان جميعهم يجيبونني بلا. ما في زول قال لي طرقت باب الله في الأسحار. سبحان الله. أي ظن ظننتموه بربكم؟ الظانين بالله ظن السوء. أي ظن ظننتموه بربكم فما ظنكم برب العالمين؟ أظننتم أن المشاكل تعجزه؟ ما هذا الظن؟ لماذا لم تلجأوا إليه؟ أشعرتم أن المخلوق أقرب إليكم منه؟ أنه أقرب إليكم منه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما الذي منعك أن تلجأ إلى الله؟ كنت أقول لكل شخص، أقول له: جربت كل شيء، اطرق باب الله في الأسحار، ناشده في الدجى، اسأله في رائعة السحر وفي غلس الليل، تكلم معه، بث إليه أشجانك، قل كما قال العبد الصالح: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبالتالي أقول أحبتي الكرام بأننا بحاجة إلى دعاء الله، وهذه الكرامة يا أخواننا لابد أيضا أن ننكر الاستدراج والخوارق التي تأتي من السحرة، ونثبت أيضا الخوارق التي تقع لأولياء الله الصالحين ولجنده المخلصين الذين ينصرهم الله ويخرجهم من بطن الحوت. إذا سألوا الله أعطاهم، وإذا رفعوا الأكف لم يردهم، ولو أقسموا على الله لأبرهم. وهؤلاء متوافرون في الأمة وموجودون إلى يوم القيامة، ولن تخلو أمة محمد عليه الصلاة والسلام منهم، لأن الخير فيها إلى يوم القيامة. نعم، لكن تعلم صدق اللجوء إلى ربك بمعرفة تامة وبيقين كامل. دائما أقول لإخواننا، أقول لهم: أحد السلف دعا الله عز وجل في مصيبة، ولكنه دعا الله مثنيا عليه بما هو أهله ويستحقه سبحانه. كان مشلولا وشلت أطرافه ولم تبق إلا يده اليمنى يحركها ويرفعها، فألهمه الله لما ضاق به الأمر واشتدت به المصيبة، رفع كفا واحدة في جوف الليل وفي رائعة السحر إلى الله يطلبه ويستمد رحمته ويستنزل نصره وتأييده، وما ذلك على الله بعزيز. قال له كلمات تدل على صدق التوحيد وعلى كمال الإيمان وعلى تمام المعرفة وعلى الوقوف على حقائقها. قال له: اللهم يا عالم الخفية، ويا من السماء بقدرته مبنية، ويا من الأرض بعزته مطوية، ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضيئة، اللهم يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية، اللهم يا مسكن رعب الخائفين وأهل التقية، اللهم يا من نجى يوسف من رق العبودية، اللهم يا من حوائج الخلق كلها عنده مقضية، يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى عشان يدخلك عليه، ولا وزير يخشى، ولا رب غيره يدعى، ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا جودا وكرما. اللهم إني أسألك شفاء عاجل فقام على طوله يمشي.